جاي حاضر. خلي بالك ابو مرسي. ابو مرسي فكر فيها بالعالي يا حسام. لا بحيرة عايشين فيها جوه. ماشي كده. يدي المسيحي هو شو بتاع ما شو ما ضرب يقول له ما خاف قبل ما دلوقتي مش حد يقول لك هيقفلها على البلد ازاي. تعالى بس انت معايا بس وازاي شوف بقى هنا اهي يا حبيبي اسكت بقى. بتاع الباب على فكره. هذا صور الكلاب اللي جوه. سعادة الباشا. ازي حبيبي قلبي عامل ايه؟ طب الحاج عشان مشي. انت قناة فاحنا بنسجل الدنيا ماشيه ازاي في البلد يعني، عشان بيجي التلفزيون بيصور اماكن وما بيصورش اللي احنا عايزينه، فاحنا بنصور احنا بطريقتنا. ماشي هتنزل تشرف عادي مفيش مشاكل، في ناس هتقف معاك برضه مفيش مشاكل. جوه برضه هيجي برضه جوه. مع السلامه. تعرف حاجه يا محمد؟ محمد؟ لا بسيطه. ماشي. اسمع عبد الله محمد السيد الجبريل، قرية ام دنار، محافظة الجيزة. المنظر اللي احنا شايفينه ده موجود على طول ولا النهارده بس ولا ايه؟ والله لا كل سنة لازم يجي لنا يقفلوا المية اللي هو يبطل. لا نائب المحافظ قال لي قبل كده جه يوم اثنين يوم ثلاثة بطلت، مشوا بعد شوية تبدا ايه المنظر رجع تاني من بتاع المواسير القديمة والجديدة اللي هم عملوها دول. انت عليت البيت؟ انا عليت ونسيت انا وراجل ولا موظف وتعبان ومعايا 4 عيال ووالدتي، انا بصرف على البيت كله مش عارف اصرف عليه، كل يومين اجيب عربيه وتشفط، انا ما معيش ولا راجل ولا اعرف مسؤول ولا في حد، احنا ناس غلابه بقى. انا بصرف كل يوم 40 جنيه، كل يوم 40 جنيه، انا ما سبتيها بقى ما ولعت قادر انا ولا شغال ولا موظف. طب عليت البيت ده كام مره؟ عليته كتير يا بقى، شايف البيوت عامله ازاي يعني، شايف المنظر البيت بقى حلوه دي ما عادش ده لازم تخش موطي، وانا ولا معايا ولا ماتي ولا معيش حاجه. انا ربينا قاعد دلوقتي على كل واحد يقيل ويبص لها ويمشي، يضحك عليها ويمشي. انا معايا تعيد انا صراحه، انا راجل ارزاق على الله. ما رحتش المجلس المحلي تكلمه؟ رحت كتير وبيقول لي حاضر وما يجوش. حاضر ولا مجلس ولا اعرف ما انا الناس كلهم ورانا البيوت عند رمضان عيد برضه ورانا اهوت، عندي كتير عندي ورا البيوت كلها ورانا ورا ما برضه كان بيتنا هو الباقي ايه كل يوم اعلي مش فايده دي خالص. يعني انت كده سايب المكان اللي تحت ده مش ساكن فيه بسبب الصرف الصحي؟ انا قاعد بره في الشارع كلها دلوقتي والله، قاعد بره قاعد بره والناس كلها عارفه كده. جابوا قال لك من الجامعه علق جامعه مفيش فايده، كل يوم بيعملوا المواسير اللي عملوها الجديده ديت كل يوم تضرب. زمان شايف المنظر قدامك، انا معايا 4 عيال دلوقتي بقى ايه عيال عيانه والله كلها دلوقتي، وانا مش عارف اكشف على مستشفيات ولا مدارس ولا ايه، انا تعبت. انا ما اخر الشهر هقول لهم خدوا انا ارزق على الله، يوم رزق يوم بيوم، ما معيش اجيب صراحه، معيش تعبت. قاعدين في الشارع اهو، لاننا ورانا عايشين في الشارع اهو، كل حاجه محطوطه على سوا. هنعمل ايه بقى؟ نعيش فين؟ اما احنا مش عارفين نعيش جوه خالص. والعيال جالها مرض
لازم قعدتنا جوه. تفرش معاه خط السجاده اهو والحاجه اهي شغال في الجزيره. بيناموا بره. والله في البيت اهو. شايف المطارق اللي كنا بنقول فيها عامل ازاي؟ شغال في الورشه شايل جو. بياخد له 30 جنيه في اليوم. بينطر فيهم الميه. احنا زهقنا من نطران اللميه جوه، كل يوم ننطر اللميه، كل يوم ننطر اللميه، لما زهقنا من جايب العلاج اهو، بنجيب علاج لعيالنا عيالين كلهم من الامهات. الناس هتعمل ايه بقى؟ هلاقي على العلاج ولا هلاقي على المدارس ولا هلاقي على الدروس ولا هلاقي على ايه؟ احنا زهقنا خالص. ولو المحافظ يجي البلد هيحل المشاكل دي كلها، ولا اللي هينتخبوا ده كلهم هيعملوا لنا حاجه. والله العظيم ما هيعملوا حاجه اللي هينتخبوا ده كلهم. واحنا ما احنا عايشين في الميه، كل واحد بينتخب يعوزنا يومين وبعد كده بيسيبنا ويخلع. هما عايزيننا كده اليومين دول بس ينتخبونا وخلاص، ننتخب وخلاص. المصانع المروحه. ما هو المروحه يعني انت اهو اللي مركبين المروحه وعايشين ليل ونهار والعلاج على سوا اهو كمان. ايه؟ والمحافظ قبل ما يجي بيومين بيظبطوا له الطريق يجي يشوف على سوا وهو بقى. قول انا. الصوت يا جماعه الصوت. ما بينزلش، اي مسؤول ما بينزلش البلد خالص، كله قاعدين على الكراسي في التكييف. صرف صحي والميه، والميه ما فيش ميه خالص في البلد الشيء. صرف صحي والميه حلوه، مش طالبين اكتر من كده. الميه ما تنفعش بس كده، ادي المطلوب. المايه اللي من الشريف.